أيها الأحبة، معنا طبعا الأستاذ محمد الصحبي في هذه الأثناء. نتشرف باللقاء معه والحديث معه. أولا، ما رأيك في المناسبة وما رأيك في الكرنفال الذي قدم للأستاذ علي زهيري هذه الليلة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مما يسعدني ويشرفني اني اتواجد في اعتزال لاعب قديم ولاعب قدم بصراحة يعني للكرة والنادي الفائز خاصة أقصى ما عنده من عطاء في مجال الرياضة بصراحة. طيب، هل تحدثنا عن الرياضة في قبل، خصوصا أنا كنت حاضر فيها؟ والله الرياضة سابقا كانت يعني تختلف كثير عن الأيام هذه. كان في يعني من الجد والاجتهاد والمثابرة على العطاء باختلاف الزمن الحالي الموجود اليوم، واللي نتابعه في الرياضة عامة يعني عندنا. طيب، هل تظن يعني مثلا أن التقنيات الآن المتواجدة، الدورات الكبيرة التي تنظم والتي تدفع لها مبالغ طائلة، ألا تتوقع أن هذه الكلام بس أسأل، أقول الهلال السنة هذه بياخذ بطولة ولا لا؟ طبعا الأخ علي بن جد المشرف على هذه القناة في مداعبة مع الأستاذ محمد الصحبي. طبعا هل بخصوص الأمر يعني هل تشجع الهلال؟ نعم، هلالي ومن عشاق نادي الهلال. طيب، نرجع إلى سؤالنا الأصلي اللي هي التقنيات الموجودة حاليا والدورات الكثيرة التي تدفع بها والمحترفين الكثير الذي لو استفدنا منهم كان من الأفضل. ألا تتوقع أنها ستحسن من أداء الرياضة عندنا؟ والله إن شاء الله إنه يعني في المجال هذا إن شاء الله إنه تقدم الكرة حاجة حلوة يعني بصراحة. طيب، دورات شباب الصفة، خصوصا أنك أنت من أكثر يعني المشاركين معنا في دورات شباب الصفة والمتواجدين فيها، ما رأيك فيها؟ والله بصراحة يعني دورة حلوة، ويعني كل سنة من الأحسن للأحسن يعني في البطولة هذه بصراحة. إن شاء الله احنا سعيدين بهذا اللقاء معك، ونتمنى أن نشاهدك أيضا في الدورات القادمة ونشاهدك أيضا في المباراة النهائية. شكرا لك. خير إن شاء الله. شكرا. في نهاية الأمر يعني هل سيأخذ فعلا الهلال البطولة؟ لا، لأن الهلال السنة هذه يختلف عن السنوات اللي مضت. إن شاء الله نتمنى التوفيق له، وشكرا على هذه اللحظات.